حماد العنيزي والكابتن نجم الكرة السعودية مناف أبو شقير. هذا هو البروتوكول المعتمد في كأس العالم الأندية منذ بدايتها إلى حد الآن. دخول اللاعبين للسماح لهذه الجماهير للتعرف عن قرب على اللاعبين وتحيتهم. قلت ريال مدريد في مقابلة فريق يبدو متواضع نسبيا. كل الترشيحات تقول بالنسبة للمصوتين في الحراسة كورتوا، على اليمين لينر قائد الفريق كوف وبايدو. كرة مباشرة إلى التماس. الحكم يقول لاسترجاع كرة خطيرة من هناك على الجهة اليمنى والدفاع مباشرة إلى كورتوا. اليمنى ماذا سيفعل؟ كرة تخرج إلى الركنية. أوه كانت جميلة جميلة هذه الكرة من بيلينغهام اللي تمكن ترجع في الوسط على الجهة اليسرى والكرة تقطع. عديد اللاعبين لمختلف الأسباب. فوق المرمى فوق المرمى عاد من بعيد، جاء من بعيد روديغير والكرة، ولحسن حظ الحارس الشاهد روديغير أمام أكثر من لاعب ما فيش اللقطة مراوغة والدفاعي سالزبورغ. الملاحظ في تسلل، لكن الحكم ماذا يقول؟ بالفعل تسلل. ذكاء كبير من الدفاع، دفاع ريال. الكرة ترجع في مخالفة. بيرغ كرة ومنى محاولة البحث عن اللاعب المتحرر والتغطية من المدافع الأيمن. يدخل 1-2 والدفاع تقطع الكرة. ما في مباراة رائعة إلى حد الآن. كان فيه تقديم الرجل، الحكم كان قريب. ماذا يقول تماس؟ كان في أكثر من لاعب ينفذ بشكل جيد من هنالك. خطيرة وتبعيدة، خطيرة داخل 18 متر من اللاعب. قام يراوغ الأول ثم الثاني ويسقط. اللاعب بايدو كرة لمصلحة فريق الريال وبعدها يبقى الضغط عن طريق فالفيردي. قلت مباراة رائعة إلى حد الآن. كان ديغير يرجع إلى الوراء ناحية فينيسيوس ويستفيد من الركنية. قلت المباراة الثانية نلعب كذلك الدقيقة 18. يفعل أكثر من لاعب من هنا على الجهة اليسرى. المدافع الأيسر كرة جميلة والهدف لا. أوه ماذا يضيع ريال مدريد؟ ماذا يضيع ريال مدريد؟ كرة كانت رائعة سريعة، جملة تكتيكية رائعة من جانب فريق ريال مدريد. من يبقى الخطر والحارس كرة خطيرة ولا الوسط ناحية من لاعبي فريق. كرة خطيرة، كرة بينية جميلة لفينيسيوس والحارس يتدخل. اوه كانت كرة خطيرة، كانت سريعة خطيرة. فينيسيوس أعطاها كرة أرضية، يريد فرض الضغط دائما، يراوغ يمرر من هنالك. كرة خطيرة لمصلحة ضغط من جانب فريق ريال مدريد. ماذا سيفعل؟ أكثر من لاعب من هنا على الجهة اليسرى. المدافع الأيسر خطأ في تمرير بيدة. كرة خطيرة. المباراة كرة خطيرة، التسديد يسدد لكن الكرة بعيدة. قلت الكرة كانت جميلة، مجهود ربما نقول هذا جانب ريال مدريد. كرة بينية خطيرة الكثيرة والطويلة التي قدمها المدن. كرة خطيرة ناحية مان والدفاع يتدخل. شوف كيف تدخل وبشكل رائع. روديغير جاء من بعيد وقام بالتغطية على هذا اللاعب بايدو، سقط على أرضية الميدان. أحد اللاعبين نشاهد والدفاع، لكن فيه دفع الفريق سالزبورغ. كرة جميلة، تبادل كروي جميل، يدخل فينيسيوس يمرر هذه الكرة والدفاع وبعيدة بعيدة هذه الكرة. يطلب من الحكم، يقول أن الكرة لمست أحد اللاعبين. نشاهد هذا بالعرض البطيء. أولا تعرض لضيع، تمرر بشكل جيد من خبراء التحكيم. أمام زميله والحارس وتخرج ركنية. قول كان فيه خطورة ومتابعة وتصميم من هذا اللاعب والدفاع.
كل كرة خطيرة لمصلحة ساد. يبقى الكرة وتصبح مدريدية. روديغر ويتدخل ترجع هذه الكرة من اللاعب غارسيا. غريبة. 1-2 والدفاع هنا. كرة جميلة من هجمة معاكسة في الوسط ناحية فينيسيوس. ماذا سيفعل؟ يراوغ بشكل جيد وأرضية جميلة. فينيسيوس يسجل أول هدف. ثالث محاولة فعلية لهذا اللاعب يتمكن من تسجيل هذا الهدف ونحن نلعب الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول. هدف مقابل 0. لعبة رائعة، تمويه جيد، مراوغة جسمانية أعطت له الفكرة أنه يرمي في الزاوية الأرضية البعيدة. كرة جميلة وفرحة عند بيلينغهام وفينيسيوس فتح له. خطيرة هذه الكرة والحارس سبورغ يمرر هذه الكرة. وقع كبيرة لمصلحة رفقاء بيلينغهام اللي في هذه الكرة خطيرة وفالفيردي يرجع الوراء ويبقى الخطر يحوم. إبعاد الكرة قلت يبقى ساقط فالفيردي. فينيسيوس يا سلام لمصلحة رودي. هذه الكرات محاولة وأرضية سهلة ذكاء كبير. مثل هذه الكرات لن تمر مرور الكرام بالنسبة للحارس. كرة جميلة وسهلة بالنسبة ويدرك أنه الوقت الكرة عند هذا اللاعب بذكاء ما تركش أي لحظات. فرصة خطيرة ناحية فينيسيوس محاولة دخول والهدف الثاني. ولا الروعة، ذكاء دائما من فينيسيوس وفالفيردي يضيف الهدف الثاني. هدف مباغت في الثواني الأخيرة من 3 دقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع. أريحية كبيرة سوف يخرج بها فريق ريال مدريد بعد تسجيله للهدف الثاني. يعزز الصدارة. قلت هدف ثاني كنت أتوقع شخصيا أن سالزبورغ اللي تلقى هدف. محاولة الدخول روديغر من جانب فريق سالزبورغ وأول كرة من هذا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني. اللاعب ميلا محاولة تمرير في المركز سالزبورغ. محاولة المراوغة الأول. محاولة المراوغة يسدد والحارس. أول فرصة من اللاعب رقم 28 اللي دخل في الشوط الثاني. الملاحظ بعد هذه الدقائق الكرة تمرير الكرة لأحد المهاجمين بشكل جيد. رفقاء فيني. الكرة لمصلحة فينيسيوس. هذا الفريق خطيرة والهدف لا. ماذا يضيع اللاعب داكيم اللي دخل في الشوط الثاني. باغت الجميع، باغت بيلينغهام. شهر كلها جميلة. الكل يمرر، الكل محاولة الضغط ومحاولة سحب. ماذا سيفعل؟ خطيرة. الفكرة كانت رائعة من فالفيردي مسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. إلى أن كورته طولت وراح يتدخل عن طريق كرة لمصلحة فريق. خطيرة والدفاع بشكل رائع. الكرة جانبية جميلة. كانت خطورة. كرة بينية، ذكاء كبير دايم. الكرة تبادل كروي جميل. ودينا فينيسيوس يقطع هذه الكرة لكن تطول. محاولة والدخل من جانب فريق سالز. متحررين. كرة جميلة وبعيدة. كرة جميلة وبعيدة إلى حد الآن. بالعقب يحتفظ بالكرة. هذه الكرة يبحث على زميله فينيسيوس. ترجع بكل سهولة إلى فالفيردي. هذه الكرة خطيرة وكاد يكون الهدف. تمريرة مرة أخرى من فينيسيوس ناحية زميله المتحرس. يحتفظ بالكرة. محاولة أجراها المدرب سالزبورغ والدفاع يتدخل والدفاع يبعد هذه الكرة الخطيرة من ألكسندر أرنولد. شاهد بكل ذكاء اللي ممكن قلت انه ليسترجع الفريق هكذا. خطيرة والهدف لا. ماذا يخرج هذه الكرة اللاعب بيلينغهام. قلت جاء من بعيد وإبعاد هذه الكرة أنه سوف ينتقل إلى إراحة اللاعبين. محاولة المراوغة والدفاع يتركها تذهب مباشرة. ذكاء كبير الفرق اللي لعبت الريال للاحتفاظ
20 دقيقة يدخل، يبحث عن من؟ المراوغة، يدخل وتخرج الكرة مباشرة إلى الركنية. مجهودات كبيرة يبذل فيها، حاول لتقليص النتيجة. مكان فالفيردي خطيرة والدفاع يغطي كورتو أمام خرج لاعبينهم، 5 لاعبين ركنية. قلت يشاركون لاعبينهم وبات انخفض قليلا بالنسبة لرياندر أرنولد وتطول منذ حوالي 20 دقيقة. حاث عن مسامة وبعيدة بعيدة هذه، والدفاع يتدخل راس، والبرازيل يفتح كرة خطيرة هذه جوا سجل، يسجل غارسيا. تركه المدرب ويعرف تماما أن لهذا اللاعب إمكانيات للتسجيل، لكن نتابع كذلك الدور الكبير الذي لعبه اللاعب المغربي إبراهيم دياز وكذلك رودريغو.